قدام حضراتكم دلوقتي ملفات PDF. نعد الملفات اللي موجودة قدامنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دول 13 ملف PDF. أنا عايز أدمجهم في ملف PDF واحد. أنا عايز أجمع الملفات اللي موجودة قدام حضراتكم ديت في ملف واحد فقط لا غير، يجمع كل الملفات دي كله. تمام. ولكن أنا برضو يا جماعة يعني هناخد مثلا 3 ملفات أو 4 ملفات زي ما موجود قدام حضراتكم، عشان بس تتأكدوا أكتر. ناخد الملف الأولاني. هو الملف الأولاني اسمه أمر تكليف بأعمال الامتحانات. هفتح الملف قدام حضراتكم. ادي يا جماعه الملف الاولاني، خليكم فاكرينه. تمام كده. طب نخش عند الملف الثاني. الملف الثاني اسمه بيان احصائي للنسبه المئويه. تمام كده. ادي يا جماعه الملف PDF الثاني اسمه بيان احصائي للنسبه العامه للامتحان الفصل الدراسي، وهكذا. تمام. نخش عند ملف الثالث. الملف اسمه مثلا بيان احصاء النسبه المئويه الناجحين في ماده. يعني زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. ادي مثلا هي مشابهه للثانيه عامه، يعني مشابهه للثانيه. تمام. نيجي يا جماعه، نيجي برضو تشكيل لجنه الكنترول. هضغط عليها. ادي يا جماعه ملف تشكيل لجنه الكنترول، وهكذا يعني. دي كلها يا جماعه ملفات PDF موجوده قدام حضراتكم. انا بقى عايز هجمع الملفات اللي موجوده قدامكم دي كلها في ملف PDF واحد، او 3 ملفات، 4 ملفات، 5 6 ملفات، زي ما انت عايز. عايز تجمع ملفات عدد كبير، عدد قليل، زي ما حضرتك عايز. ازاي بقى العمليه ديت؟ ازاي نجمع الملفات دي كلها في ملف PDF واحد؟ خليك معايا. في موقع اللي هو الموقع اللي موجود قدام حضراتكم ده. الموقع ده هو اللي هنشتغل عليه. رابط الموقع ده انا هنزله في صندوق الوصف. يعني في صندوق الوصف هتلاقي رابط الموقع اللي موجود قدامك. طبعا الموقع قدام حضرتك هو مكتوب دمج PDF، تقسيم PDF، ضغط PDF، تحويل PDF، جميع الوان PDF. وطبعا كل حاجه في ده ليها ليها وظيفه. ولكن احنا يا جماعه تركيزنا دلوقتي على دمج PDF. اضغط على دمج PDF. انا كده يا جماعه ضغطت على دمج PDF بالمؤشر. بعد كده مكتوب قدامك حدد ملفات PDF. يعني مطلوب مني احدد الملفات اللي انا هحولها لملف واحد PDF. اضغط عليها. تمام كده. بعد ما ضغطت عليها طبعا هيدخلني طبعا على الكمبيوتر بتاعي او اللابتوب بتاعي. طبعا هيدخلني على اللابتوب بتاعي على الملفات اللي انا حطيتها. انا عندي هنا الملفات حاططها بالنسبه لي على الديسكتوب. هنزل مثلا اجي عندي مثلا PDF. ادي يا جماعه الفولدر بتاع PDF اللي هو عندي على الكمبيوتر. دي كلها يا جماعه ملفات PDF اللي احنا شفناها في الاول. تمام. قبل ما افتح الموقع، دي كلها ملفات PDF. حضرتك بقى عايز الملفات دي كلها تخليها في ملف واحد PDF، او 5 ملفات، 6 ملفات، زي ما انت عايز. لو حضرتك عايز الملفات كلها في ملف واحد PDF، بضغط على اول ملف. بعد كده من خلال لوحة المفاتيح بضغط على كنترول A. لما اضغط على كنترول A انا كده حدد لي جميع الملفات اللي موجودة قدامي. ابقى انا مثلا عايز 5 6 ملفات بس، يبقى اضغط على الملف الاولاني عادي يا جماعة، عادي خالص. بعد كده بضغط على زر شيفت اللي موجود في لوحة المفاتيح. بعد كده في اسهم في لوحة المفاتيح، واحد يمين، واحد شمال، واحد فوق، واحد تحت. اجي عند السهم اللي موجود تحت وانزل بحسب العدد اللي انا عايز احدده. كده ملفين، 3 4 5 6 7 8، وهكذا. عايز 6 ملفات، 7 ملفات، زي ما انت عايز. وزي ما قلت لك برضو في الاول، عايز كل الملفات بضغط على كنترول A من لوحة المفاتيح يحدد لك كل الملفات. احنا هنا يا جماعه هنحدد الملفات اللي موجوده قدامنا بس،
1 2 3 4 5 6 7 8 8 ملفات PDF. زي ما قلت لك ممكن نحدد الملفات كلها معايا زي ما حضرتك عايز. المهم اضغط بعد كده على اوبن. كده يا جماعه ضغطت على اوبن. طبعا زي ما حضرتك شايف طبعا قدامك دلوقتي الموقع كده جاب لك الملفات PDF اللي احنا حملناها. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 الثمان ملفات اللي احنا حددناهم ونزلناهم على الموقع. زي ما قلت لك دلوقتي رابط الموقع هنزله لك على صندوق الوصف لو انت بتسمع من اليوتيوب. بس رجاء بعد اذن حضرتك لو الفيديو عجبك واستفدت منه كويس اضغط على اعجاب او لايك، اشترك في القناة علشان اي فيديو جديد يصلك وطبعا تتعلم وتستفيد منه. تمام. بعد كده يا جماعة الملفات نزلت قدامك. هل الموضوع انتهى كده خلاص؟ حاجة بسيطة مكتوب قدامك كده دمج PDF. اضغط على دمج PDF، يعني بيقول لنا هحول الملفات اللي موجودة قدامك ديت اللي احنا نزلناها على الموقع بحيث تبقى دمج. بمعنى دمج يعني يعني الملفات دي كلها تتحول وتكون داخل ملف واحد فقط. اضغط على دمج PDF. كده جاري دمج ملفات PDF. تمام، الف مبروك. كده دمجنا الملفات كلها في ملف واحد. اضغط على بقى PDF تحميل PDF. ضغطت على تحميل PDF. الاحظ الاحظ يا جماعه ان الملف نزل في الشريط اسفل زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. انا عايز افتح الملف بقى. اما تضغط على الملف نفسه اللي موجود تحت، وفي طريقه تانية هقول لك عليها دلوقتي. المهم هضغط على الملف اللي نزل في الشريط تحت. خليك معايا بقى وشوف المفاجاه. اتحول قدامك يا جماعه زي ما انتم شايفين على الشمال دي الملف الاولاني، الملف الثاني، الملف الثالث، وهكذا. وادي يا جماعه الملف الرابع، وطبعا احنا والملف الخامس، والملف السادس، والملف السابع. كانكم فاكرين احنا قلنا كام ملف؟ قلنا 8 ملفات. 8 ملفات. اصبح كده يا جماعه بنيجي بس من الناحيه الثانيه برضو ادي يا جماعه فوق خالص اهو. شايفين كده معايا؟ شايفين معايا؟ تمام كده. انزل ادي الملف الاولاني، وادي الملف الثاني اهو، الملف الثاني. بعد كده الملف الثالث، وهكذا لغايه 8 ملفات. يبقى احنا دلوقتي حولنا ال8 ملفات اللي كان كل ملف PDF لوحده، جمعناهم او دمجناهم وخليناهم ملف واحد فقط PDF. 8 ملفات في ملف واحد فقط PDF. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم من الفيديو، ورجاء لو عجبك الفيديو اضغط على لايك او اعجاب واشترك في القناة عشان اي فيديو جديد تتعلم وتستفيد منه. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.